السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفه جديده من قناه مايا ديزاين. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. راح نشارك معكم اليوم كونجا بذوق الشوكولا اللي يتباع في المحلات، وانا درته لكم اقتصادي وروعه في البنه، روعه تقول تاع المحلات. نتمنى منكم البنات تجربوه وتعطيوني رايكم في لي كومونتير. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم، متنساونيش الجيم باه يطلع لي لاشين باش تطلع لي، ونتمنى تزوروني على صفحتي على الفيسبوك وعلى انستغرام باه يوصلكم كل جديد. دوك نبداو بالوصفه، بسم الله. عندي هنا لتر حليب، عندي ملعقه كبيره كاكاو بني بذوق الشوكولا. لازم نغربلوها، مواد جافه نغربلوها. ملعقه كبيره غبره الشوكولا نحطوها في الحليب الديسار، يزيد نغربلوها. ملعقه كبيره فرينه، وملعقه كبيره حليب غبره، حليب مجفف، وملعقه سكر عاديه. نخلطوا كامل المكونات بارد في بارد. بعد نديوها على النار وضربه ضربه نحركوها. دوك نوري لكم كيفاه. صدقوني البنات يخرج لكم تقول كونجا شوكولا تاع المحلات، يجي روعه، يفيد بزاف الاطفال تاعكم. والله دوك تخلط لي نديها على النار، لازم تكون قليله. دوك نرجع لكم. انا حطيته على النار قليله مع الخلط المستمر باه ما تبقى لناش الفرينه من تحت. هنا البنات بعد ما هزت لي الغليه هاهي، دوك ليه نحيها على النار، طفي النار ونحط لها 40 غرام شوكولا، اي شوكولا عندكم تختاروها اي نوع. لا، بعد ما نحيناها من النار نحطوا لها 40 غرام شوكولا اي نوع تختاروه، ونخلطوا مليح حتى تذوب الشوكولا في السخانه هذيك تاع الحليب. دوكا نخليها تبرد خلا، مره على مره نحركوها هكا بالفويه حتى تبرد خلا. كي تبرد خلا نحطوها في الثلاجه من تحت زيد يبرد كونتيا شوكولا تاعنا، وبعد نقدموه. بعد نرجع لكم. البنات بعد ما بردنا خلاص الكونجا تاعنا شوكولا، دوك نجيو نصفيوه. شاكي يطيب لكم البنات بقاو خلطوه مره على مره بالفويه باه ما يديرلكمش الطبقه هذيك اللي من الفوق. دوك هنا عندي قاروره وعندي المولده تاع المحقن والصفايه. دوك نمشيو نصفيو الحليب تاعنا. شوفوا كيفاه خاطر انديري كونجا شوكولا تاع الصح اللي يتباع برا. ها هو صفيوه من الشوائب. كان هنا نحطو يبرد لي في الثلاجه. كي يبرد خلاه عاد كنقدمو. وصلنا البنات الى نهايه الفيديو. هاو كونديا تاعي الشوكولا يجي خاطر تقول تاع البوايض، نعرفوا باللي غالي بزاف
انا درته لكم اقتصادي، نتمنى منكم برك تجربوه. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. الى وصفة اخرى، سلام.